ذكر وموعظة ونور الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آية أيها الأحبة، وآية الشناد سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحي أولئك كوا يقع كوا أنكسوا شكين على هدى هنون بيكسوا غيهين من ربهم ربك وذا حقي سكا هذا، وأولئك هم المفلحون كوا يقع وكوا الليبان ويان. يا ترى الليبان محل إلهده. الفلاح وحوي أيها الأحبة هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قفك وحوي إنو كقو ليستوحي الراديناي إنو كبد بعد وحي وكبقاي وحيابها أيها الأحبة مطلوب كيقو ونكسن الرادينين. وحوي أن يرضى عنا ربنا إلهي جل جلاله إنو رالي نقاهد، وأن يورثنا الجنان وأن يورثنا الجنان كندو ينكيسنا إلهي إنو نقليون دحلسي. وحيابها قوة وين كبقينا أيها الأحبة وحوي أن يسخطه علينا ربنا إلهي جل جلاله إنو نوعالوضو كدمنا وحوي يدخلنا النار نارتي سنو نقليو. انت أيها الأحبة هدان كبد بادنو وحان دوني إننا كوكو ليسنو وجندي يرضيه إلهي جل جلاله وحيان كبقيننا إلهي نقبد باديه وعلى سي النار تاها والليبان أيها الأحبة. إذن كو الليبان سفوين كإليهين إلهي باين أوشيك جل جلاله ووحوي سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكو وحوي كتابك إلهي شكي وسنكيكتشرين ويان. وكو وحوي كتابك إلهي جل جلاله كدحل هداية يهنونك كدحل إلهي كنغدن كوا متقين وإلهي كيابي كوا يقى أيها الأحبة. وكوا قيبيات كالرمية وي الذين كوي ويؤمنون بالغيب. إلهي غيب كيس جل جلاله أي الرمية غيبك وحكم أيها الأحبة. وغيبك الليل هذا الإيمان كل ما قاب عن الناس بأمر من الله وتقديره كالبعث والحساب والعرض والجزاء والجنة والنار والملائكة وعالم الجن. وحيابها صدما قيبيات كالليل هذا قيبيات أيها الأحبة والرمية كخروج الدجال وياجوج وماجوج وخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم. وحيابها صدنا وحي نورقنا معها، لكن وحيابها إلهي جل جلاله ينوشي قوية وطلوع الشمس من المغرب، عذاب القبر والنعيم وسؤال الملكين وحياة البرزخ والمرور على الصراط. وحيابها صدنا أيها الأحبة كتابك إلهي جل جلاله يا سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام بيكو عده. ولهذا وحوي صفاتك كو الليباني وحكم إذا أيها الأحبة. والذين يؤمنون بالغيب غيب كي رميسين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلاة إلهي جل جلاله ويوقعها أركان تيدي واجبات كدي شروط دي ليمانيا. إلهي وحكم نيستي حوله وسيينه وحبيك بحنيان واجباتك إلهي كو واجبه بحنيان. صفاتك ذو حكم إذا أيها الأحبة كو الليباني. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وحلقوس ودجي نبي محمد وكو الرميسان ويان. يا ولبا وحوي وما أنزل من قبلك رسوش إلهي كاه الرئيس جل جلاله كتبت لقوس ودجينا والرميسان وبالآخرة هم يوقنون مالين قيامانا. إيادنا وحوي ويهبان شكيك كمتشر ويان. سداس وحي كن نقدين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كوا يغا وكوا الليبان أيها الأحبة. هدي أن دوني إن الليبان أيها الأحبة وإن إلهي كيامنا جل جلاله وإن قيب كيس الرمين وحلالي وحي إلهي نوشي جل جلاله وإن الرمين ويان. قرآن كريم التصديق بالقرآن والكتب السابقة. قرآن كريم يا كتبتك وريس وإن الرمين أيها الأحبة. مالين يوم الآخر ليلة هذا يوم الحساب نجرتنا وين الرمين وياه. الدعوة إلى الخير بالين الدنيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقينا نسوش نحمانتنا أن اسكرمنا لين الدنيا سيان وغمد نقول كل يباني. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الإنفاق في سبيل الله. وحيابها صدنا أيها الأحبة وحيابها اللي قول يبان وياه. التصديق النبي صلى الله عليه وسلم والتوقيره نبي عليه الصلاة والسلام اللي وين يقول قال السنة ديس بدع خرافات كل قفقادو. الجهاد بالمال والنفس وقفه كدداله. السمع والطاعة لله والرسول. وحيابها صدنا أيها الأحبة البغض في الله لمن عاد الله والرسول ولو كانوا أولي القربى. حتى هبا كودا واد قفك إلهي رسولك سكفر طلع اللوبة إن اتكفقاتها للدنيا.
البعد عن الشح وحيابها صدنا أيها الأحبة وحيابها اللي قول لي بانوي إله جل جلاله كوا مالكوه هنونك يا خيرك ولا الضانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بإله جل جلاله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ولهذا وحا ويكون مؤمنين تاسفوين كودا وحا كميدا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إن يسيدا إله دانبا كميدا إذن أيها الأحبة الله جل جلاله وحا وديساننا كوا اللي يباني إنو نقدقوا كوا محسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كوا سلدوني يا إلهي ساعدوا البينين وكبرينه طريقي قادين فلاحا اللي بانتا يكون قارينا إساقنا إنان قدنا لنا الدنيا ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا إلهي نقدر كل باني آخرية الدنيا وأيها الأحبة يكبد بعد عذاب كيسة إلهي نغرى له كالنغض هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق